السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة احتفال تركمانستان بيوم الحياد 26، يسعدني ويشرفني أن أتقدم وأرفع أسمى آيات التهاني من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما يسعدني أن أرفع تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما أرفع لفخامته تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان. كما يسعدني باسمي وباسم أعضاء البعثة في عشقباد أرفع أجمل التهاني وأسمى الأماني لفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف بهذه المناسبة. في كل عام من تاريخ 12 ديسمبر سنويا تحتفل تركمانستان بعيد الحياد الدائم والذي حصلت عليه من الأمم المتحدة بتاريخ 12/12/1995. وبلدي دولة الإمارات دعمت وصوتت لصالح تركمانستان البلد الصديق لتنال صفة الحياد الدائم في الأمم المتحدة. إن ذكرى الحياد الدائم لتركمانستان يوم مهم ليس لتركمانستان فحسب بل بالنسبة للعالم أجمع. وأود أن أعبر عن مشاعري من خلال المشاركة بهذه الكلمة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يعتبر حياد تركمانستان تجربة تجسد بين المبادئ الأساسية للقانون الدولي والدبلوماسية الحيوية المتعارف عليها دوليا، والتي تم بنائها على أساس الحوار والسلام بما يحقق الاستقرار والتعايش بين الأمم والشعوب ضمن إطار المجتمع الدولي. يشهد الجميع ويشيد بنشاط تركمانستان في منظمات الأمم المتحدة، حيث كانت لتلك المبادرات دورا مهما في تعزيز حفظ الأمن والسلام والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والتنموي وتعميق العلاقات الإنسانية وغيرها من المجالات. وفي هذا الصدد أود أن أشيد بخطاب فخامة الرئيس التركماني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2007، والذي قال فيه: اليوم تركمانستان منفتحة على العالم اليوم على نطاق أوسع في جميع المجالات جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، فإن بلادنا على استعداد لمواصلة العمل تأكيدا على أهمية مبادئ القانون الدولي ومثل الإنسانية العليا والعدالة والتسامح والاحترام المتبادل كعوامل تحدد العلاقات الحديثة بين الدول. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار يعترف بالحياد الدائم لتركمانستان بدعم 185 دولة عضو في 12 ديسمبر 1995. وفي عام 2017 اعترفت المنظمة العالمية بأن 12 من ديسمبر هو يوم عالمي للحياد ولتعزيز السلام والأمن وتطوير العلاقات الودية والاحترام المتبادل. يعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 26 عاما تأييدا لموقف تركمانستان الدائم وتأكيدا لدورها الإيجابي في الحياد الدائم الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز دورها الإقليمي والعالمي. كما يأتي اعتماد الأمم المتحدة 12 ديسمبر من كل عام كيوم عالمي للحياد والمتزامن مع يوم الحياد التركماني تأكيدا على ثقة المجتمع الدولي في سياسة حياد تركمانستان، والتي ترجمتها تركمانستان على أرض الواقع من خلال إنجازاتها ومواقفها. ونحن في دولة الإمارات احتفلنا هذا العام قبل عدة أيام بمرور 50 عاما على تأسيس دولة الإمارات. أود أن أؤكد بأن قوة السياسة الخارجية لدولتنا هي حصيلة جهد تراكمي كبير ووضع أساسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس دولة الإمارات، حيث وضع هوية الدبلوماسية الإماراتية والتي حققت إنجازات كبيرة منذ التأسيس ووضعت دولة الإمارات محل تقدير واحترام الأمم والشعوب على الصعيد الإقليمي والدولي. هذه السياسة ترتكز على وجود رؤية حكيمة أساسها الحكمة والتوازن والاعتدال والتعايش والسلام. كما تحرص دولتنا دائما في المساهمة البناءة في جهود إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنطقة، إذ تعمل مع المجتمع الدولي وشركائها على نشر التسامح والتنمية والتعاون الإيجابي. وأود أن أقول من هنا
بأن الذكرى السنوية 26 لحيادة تركمانستان الدائم واستراتيجية العمل الوطنية للسنوات 50 المقبلة لدولة الإمارات تأتيان كعاملين ليحققا طموح الشعبين التركماني والإماراتي. وفي الختام نتقدم مرة أخرى بأحرى التهاني وأطيب التمنيات إلى فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف وحكومة وشعب تركمانستان بمناسبة ذكرى الحياد الدائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.